عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض تدريبات ليسون 3 صفحة 32 و 33 من كتاب المدرسة إنجليزي تانية إعدادي. نقول بسم الله. متنسوش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة إن شاء الله توصل لكم من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. بيقول لك هنا طبعا تدريبات درس مانجينج يور، هتقول له أونلاين داتا يعني التحكم في البيانات الخاصة بك. Before you start، قبل ما تبدأ answer the following question، جاوب على الأسئلة. What platform، ما هي المنصات do you use اللي انت بتستخدمها for social media؟ ايه المنصات اللي انت بتستخدمها في السوشيال ميديا يا شباب؟ هتقول له مثلا فيسبوك، هتقول له انستجرام، هتقول له مثلا تيك توك. تمام، تكتبهم كده وتحاول تصغر خطك عشان مفيش مكان في الكتاب. طيب السؤال الثاني بيقولك هنا how important do you think، ليه أو كيف من الضروري إن أنت بتعتقد privacy setting، إن الإعدادات الخصوصية are on social media. أنت بتعتقد إيه أو بتفكر إزاي في إعدادات الخصوصية على السوشيال ميديا؟ هتقول له I think it is very important، أنا بعتقد وبفكر إن هي مهمة جدا because they help me، لأنها بتساعدني protect، إن أنا أحمي my personal information، ان انا احمي المعلومات الشخصية بتاعتي. تمام، يبقى I think it is very important because they help me، لانها بتساعدني protect my personal information، ان انا احمي بياناتي الشخصية. طيب هنا بيقول لك read the following text، اقرأ النص التالي. what do you think، ماذا بتعتقد happens بيحدث when you use، لما انت بتستخدم السوشيال ميديا like posting، مثلا انت بتنشر منشور or linking something، او تضغط على اي حاجة او تضغط على شيء ما، انت بتفكر فيه ازاي؟ هتقول له I think you have، انا بعتقد ان انت you have a digital footprint، ان انت خلاص بيبقالك بصمة رقمية يا شباب. لما بتنشر منشور او بتضغط على لينك او اي حاجة خلاص انت ليك كده بصمة رقمية على النت. طيب هنا بيقولك سوشيال ميديا and your digital footprint، السوشيال ميديا وبصمتك الرقمية. تعال نحل الأسئلة على طول. بيقول لك هنا read the text again، then بعد ذلك answer the following question، جاوب على الأسئلة. what is the difference، ايه هو الاختلاف between active and passive footprint، ايه الاختلاف بين البصمة النشطة والبصمة الغير نشطة؟ تعال نشوفها في القطعة كده. رقم واحد اهي انا معلمة لك عليها، هتقوله من اول active footprint البصمة النشطة this happen، ده بتحدث وين؟ عندما you chooses، لما انت بتختار تشير ان انت تشارك something شيء ما اونلاين على الانترنت. والباسيف فوتبرنت البصمة الغير نشطة this happen، ده بتحدث without your knowing، بدون انت ما تعرف. like when website collect information، لما المواقع بتجمع معلومات about عنك، يعني what you look for، انت بتبحث عن ايه. ديت اجابة السؤال رقم واحد. طب اجابة السؤال رقم اتنين بيقول لك هنا what can happen، ايه اللي ممكن ان هو يحدث if you post something unkind، لو انت نشرت حاجة غير كويسة or unsafe او غير امنة اونلاين على الانترنت. هتقول له people may، الناس ربما think، تفكر badly of you، الناس هتفكر بطريقة سيئة بالنسبة ليك، هتفكر عنك، هتاخد صورة وحشة عنك. طيب هنا بيقول لك why is your digital footprint important، ليه البصمة الرقمية بتاعتك مهمة؟ اهي يا حبايبي رقم كام دي؟ رقم 3. هتقول له because it help build، لأنها بتساعد في بناء your online identity اللي هي الهوية بتاعتك على الإنترنت. people like your friend، الناس زي مثلا أصدقائك و teachers المعلمين بتاعك or even future school ومدارسك المستقبلية might look at your posts and get an idea of، وممكن ياخدوا عنها أفكار who you are، أنت بتكون مين. طيب دي السؤال الثالث. طب تعالى هنا بيقول لك هنا circle true or false. هنا بيقول لك your digital footprint البصمة الرقمية بتاعتك only فقط happen بتحدث when you post، لما انت بتنشر something online على الانترنت. لما انت بتنشر شيء على الانترنت هتقول له false، خطأ. سواء نشرتش او نشرت او دخلت على موقع، هو خلاص انت بقى لك بصمة رقمية. سوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي كان شو، ممكن توضح للآخرين others who you are، مين انت، هتقول له true، صح. طيب it's safe، من الآمن to post in anything، من الآمن ان انت تنشر اي شيء اونلاين على الانترنت because it disappear quickly، لان ده هيختفي بسرعة. لا طبعا هي مش بتختفي، هتقول له false، خطأ. صفحة 32. يلا بينا حبيبي على صفحة 33.
صفحة 33 في الفوكابلري الكلمات بيقول لك match the words from with their managers، وصل الكلمات بالمعاني بتاعتها from B من A ل B. طيب كليو يعني ايه؟ لغز او حل. collect يجمع. forever للأبد. online identity اللي هي الهوية، هوية النت. طيب بيقول لك هنا the way الطريق person present الطريق او الطريقة اللي الشخص بيقدمك بيها themselves بيقدموا بيهم انفسهم on the internet على الانترنت، دي اسمها حبايبي online identity الهوية بتاعتك على الانترنت for all time always دايما او طول الوقت بتبقى موجودة، دي اسمها forever للأبد. together سويا تجمع أشياء items، تجمع أشياء usually عادة over time طول الوقت، هتقوله دي رقم 2 اللي هي collect بيجمع. small piece قطعة صغيرة of information من المعلومات that help you اللي بتساعدك solve problem تحل المشكلة، دي حاجة صغيرة اسمها لغز أو حل، يبقى ايه؟ كليو. طيب هنا يا بطل هنكمل الجمل طبعا بالكلمات اللي في النص. collect يجمع. active نشط. forever للأبد. كليو يعني حل. اونلاين ايدنتيتي اللي هي هويتك على الانترنت. it's important to stay من المهم جدا ان انت تبقى active نشط by doing sports ان انت بتعمل الرياضات or going for walk او تذهب للمشي. طيب رقم 2 the officer العامل found أكليو اللي هو الضابط وجد الحل that help identity اللي هو بيساعد او بيساعد الهوية بتاعتي ذا سيف ان هو بيساعد في هوية اكتشاف الحرامي. كيليو الحل او اللغز. رودينا لايك تو كولكت رودينا بتحب ان هي تجمع كوينز العملات اند ستامبس والطوابع. اشرف ثينكس اشرف بيعتقد ذات انترنت واللاست ان الانترنت بيدوم فور ايفر للابد. يو شود يجب علينا يو شود protect your online identity يجب عليك ان انت تحمي الهوية بتاعتك على الانترنت and never share او ما تشاركش personal details المعلومات الشخصية اونلاين على الانترنت. هنا يا بطل في بيقول لك هنا طبعا اوجد بيديك الكلمة ويقول لك هات المرادف بتاعها السينونيم وكمان هات المضادات. طيب بيقول لك اكتف يعني نشط، المرادف بتاعها او المعنى المقابل ليها هتقول له ايه؟ هتقول له energetic في طاقة. طيب هنا هتقول له عكسها ليزي كسول. ضالت يعني شخص بالغ، عكسها grown up معناها grown up يعني شخص مكتمل النمو، وعكسها child يعني طفل. طيب forever للأبد معناها always يعني دائما، عكسها هنا ايه؟ هتقول له temporary يعني حاجة بتنتهي. طيب private يعني خاص معناها personal حاجة شخصية أو خصوصية، عكسها public حاجة عامة. خلاص. طيب هنا secure يعني آمن، معناها safe آمن أو أمان، وعكسها unsafe يعني غير آمن. طيب يا حبايبي أنا مترجمة لكم كل كلمة. trust يعني يتتبع، هنا معناها مارك أو كليو علامة أو حل أو لغز. هنا هتقول له هنا العكس بتاعها هتقول له ايه؟ earth اللي هي يمسح أو delete يزيل. trusted يعني ثقة، عكسها ايه؟ هتقول له reliable اللي هو أمين، وعكسها trustworthy يعني غير أمين. شباب وصلنا لنهاية الفيديو، ربنا ينجحكم جميعا. وقف الفيديو اللي جبتك عليها لمهلك، ما تنسوناش اللايك والشير والاشتراك في القناة. انا ترجمت لك اهو عشان خاطر لو الاستاذ سألك ولا حاجة تكون عارف كل الكلمات بأمر الله. انتظرونا في فيديوهات قادمة، احنا بنحل مع بعض كتاب المعاصر، بنحل الكتب المدرسية عربي ودراسات وانجليزي، ان شاء الله تستفادوا معنا كتير جدا، والتربية الدينية. بالتوفيق والنجاح. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. مع السلامة.